كلشي كان كيعتقد بلي ايشون سبيد ما حاملش يجي للمغرب انطلاقا من ردة الفعل ديالهم اللي المغرب تغلب على البرتغال في المونديال. السبب اللي خلى كريستيانو رونالدو يبكي، وحيت هو بيك فان ديالو حتى هو بدا كيبكي معاه وما حملناش في ديك اللقطة. وكل ما طلع مع شي فان في ستريم ديالو وقال له انا مغربي كان كيبقى ساكت، وكانوا كيترجموا السكت ديالو انه كاع ما حمل المغرب. ولكن اليوم شفنا العكس ملي جا للمغرب باش يتفرج في الفينال ديال كوب دافريك، وبين الريسبكت ديالو الثقافه المغربيه والحب ديالو. وهادشي راجع المؤثرين اللي عرفوا يستقبلوه ويوريوه الثقافه المغربيه ديالنا بطريقه مريحه، وعرفوا يهضروا معاه. والاغلبيه اللي تلاقاوه وهضروا معاه كانوا مشاهير وصغار وقدوا في السن، وفاش كيوريو له شي حاجه كتعجبو كيشرحوله، وملي كيشوفوه ما عجباتوش شي حاجه ما كيضغطوش عليه. ومن ابرز المشاهد اللي تلاقاوه الجراندي توتو اللي استقبلوا عرفوا براسو وعلى الموسيقى ديالو، وهداه التيشيرت ديال الفرقه المفضله الكره ديالو اللي هي وداد، ومشى معاه جوله ووكلوا الكسكس المغربي الحاجه اللي استماتو، وقال بلي سبق لي كليتو في الجزائر وما عرفش مسكين بلي سارقين منا كلشي. وموراها تلاقى مع مريم كيرليهير اللي فاس سمعت انه جات كتجري وتلاقاتو وعرفتو على راسها ورحبت به في المغرب. ويحيى ستريمر المشهور سلت في العراسات اللي صور معه كونسيبت وعباه المسجد الحسن الثاني بالرباط، وجابوا القراب ديال الماء الحاجه اللي جاتو غريبه، ولبسوا الجلابه المغربيه وجابلو قناوه اللي بقاو كيشطحوا معاه واستمتع معهم بزاف. وموراها جا الصابيري اللي قدم له هديه التيشيرت ديال الانمي المفضل ديالو وان بيس اللي عجباتو بزاف، وكمل معها الرحله وبقى كيعلمو الهتافات اللي غيبقى يقول في الماتش. وكمل الرحله ديالو مع قناوه اللي اكثر حاجه عجباتو. وموراها مشى يذوق الاكل المغربي، اللحم بالبرقوق والدجاج بالتغميره، وشويه غيمشي للتيران باش يتفرج، وتما وقعوا بزاف ديال الحاجات اللي مسطين. تلقى واحد اليوتيوبر مشهور اسمه يونس اللي يقدم له ايفون 17، الحاجه اللي غتبين اننا شعب محب للضيافه ماشي غير استغلالي كنستغلوا الناس. هو في الحقيقه كاع ما بغاه وقالو بلي ما محتاجوش، ولكن ملي قالو عطيه شي واحد محتاجو خداه وما عطاه حتى واحد، حتى تلاقى مع واحد الولد كفيف مسكين ما كيشوفش وهضر معاه مزيان وقدم له ديك الهاتف كهديه، ومسكين فرح بها بزاف. وفاش غيكون واقف غدوز واحد المغربيه اللي عملت الروينه وكلشي كيهضر عليها حيت سبيد كان واقف كيشوف فيها وهي دازت ما عطاتو حتى شي اهتمام. كلشي في السوشيال ميديا راضي عليها وفرحان، وكيقولوا هكذا خصهم يكونوا البنات وما يكونوش كيتلصقوا. من بعد غيدوز يصور بزاف ديال الفيديوهات في التيران، وغيبقى يغوت مع الجمهور، وغيأدي حتى هو تحية العالم، وغيكون حيازي في الماتش حيت عنده بزاف ديال المتابعين في السنغال ولا في المغرب، عليها غيشجعهم بجوج. وغياخد اكبر صدمه فاش غيضيع ديال ديك البينالتي بحالنا كاملين. مع غيربح السنغال وغيتسالى الماتش غيسالي ستريم وغتسالى هنا الرحله ديالو في المغرب. وحتى انا غتسالى الرحله ديالي معكم اليوم. ما تنساوش تابوناو وتعملوا لي لايك وتخليوا لي شي كومونت مزيان بحالكم. كانت معكم هالة، باي باي.